السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ غايبين بقالنا فتره، بس ان شاء الله في عربيات كويسه الايام دي. طيب، معانا عربيه يعني انا شايفها اتظلمت شويه من ساعه ما نزلت بسبب الانتيريور بتاعتها الكلاسيكيه شويه. بسبب كان فيها زي ليد كده في الشنطه. وكان الناس كلها يعني لما كان حد بيسالني ايه رايك، بقول له لو قادر تتنازل عن الشكل الشنطه بتاع العربيه ايه ده، هي ظهرت اهي. معانا ميتسوبيشي اكليبس ل 2023. تعالوا كده نبص عليها ونشوف ايه موقفها من السوق. هل بعد الفيس ليفت العربيه بقت يعني حققت مبيعات؟ هل كانت اكثر منطقيه الايام اللي فاتت؟ هل حاليا سعرها قيمه مقابل سعر؟ ويعني ما اظنش الموضوع ده، لان ما فيش عربيه في السوق حاليا قيمه مقابل سعر، لكن في منطقي وفي ها. فكل ده هنجاوب عليه ونشوف ايه عيوبها وايه مميزاتها. تعالوا نبص على ميتسوبيشي اكليبس 23. يلا بينا. طيب، الميتسوبيشي اكليبس كروس، لان كان في عربيه اسمها اكليبس نزلت فتره كده من الثمانينات تقريبا لغايه 2011. عربيه سيدان كوبي كابروليه حاجه كده يعني. انا ما شفتهاش قبل كده، يعني ما اعتقدش ان انا شفتها، او ممكن لو شفتها مره ولا حاجه، مش معلقه معايا. طيب، الاكليبس كروس عربيه بدا انتاجها او نزلت 2018. زي ما قلت كان ليها ليد كده في الشنطه الخلفيه، شكله يعني 90% من الناس ما كانش عاجبهم وناس كان عاجبها. وغير ان الشاشه بتاعتها كانت يعني كلاسيكيه شويه، تحسها عربيه موديل 2002 ولا حاجه، او لو كانوا نزلوا للبوما فيس ليفت كانوا نزلوا لهم الشاشه دي يعني. طيب، نزلوا ل 2018 وبعد كده الفيس ليفت في 22. والفيس ليفت بقى كان في تغيير بنسبه كبيره للشكل، او الشكل اتغير تماما، وهم اشتغلوا على الموضوع ده. بداوا في 23 تقريبا، الجزء الثاني من 23 نزلوا باكج امان كامله للعربيه. والفئه الثانيه ما كانش فيها سنسور، نزلوا لها سنسورز من اول 24. الشنطه كهرباء في الفئه الثالثه والرابعه. وكان عندي تعقيب يعني مزعج جدا، يعني ان 3 فئات بتنزل ب2 ايرباج بس، بالذات ان لما سعرها وصل 1.5 مليون وفيما فوق. النهارده سعرها 1,740 تقريبا، الفئه الثالثه اللي معانا النهارده. ما كانش منطقي خالص ان عربيه بالسعر ده تبقى 2 ايرباج، يعني ما كانش منطقي اصلا ان عربيه قبل كده تبقى فوق المليون جنيه ب2 ايرباج. لكن يعني ما علينا عشان ما حدش يزعل بس. فنزلوا باكج امان كامله 7 ايرباج من اول فئه، ودي كانت حاجه لطيفه منهم يعني. وحاجه حلوه ان لما التوكيلات تلاقي حاجه يعني مزعجه للمستهلك او مزعجه للسوق عموما، ان هم يصلحوها. دي طبعا حاجه كويسه، مش حاجه وحشه. طيب، اتكلمنا عن نشأة العربيه، تعالوا بقى نتكلم عن الانتيريور بتاعت العربيه ونشوف اذا كانت العربيه حلوه، مساحات، عفشه، فرامل، الكلام ده كله. طيب، لو جينا كده من الجزء الشمال ده، فعندنا هنا بيانو بلاك مع الكروم في المقبض، مع الجزء يعني اللون الفضي ده، مع التريم هنا شكل الكربون فايبر، والبلاستيك اللي تحت طبعا ايه ما بنحبوش ده، ما علينا. مفاتيح الشبابيك، ومايات طبعا كهرباء. عندنا هنا الجزء بتاع التراكشن كنترول، مانع التصادم. نيجي هنا للطارة، عندنا شفتات في الطارة، مالتي طبعا ومثبت سرعة. عدادات انالوج مش ديجيتال. ويعني الياباني عموما بياخد الخطوة بعد اما الاوروبي ياخدها يعني. تكييف تاتش، شاشة 8 بوص طبعا، ابل كاربلي واندرويد اوتو. وعندنا هنا زون للسائق وزون الراكب لجنب السائق. طبعا هاند بريك كهرباء واوتو هولد. الاوتو هولد يا جماعه ناخد بالنا، لان الاوتو هولد لازم عشان يشتغل اكون لابس الحزام. وهنا طبعا الانتيريور. طيب، هنا عندنا سوفت شويه هنا برضو. ورا الشاشه هنا عندنا التريم الكربون، برضو هنا سوفت.
مع يعني بقى شوية بيانو بلاك كروم، التريم الفضي، والفرش بتاع العربية قماش. الفئة الرابعة بينزل جلد. فتحة سقف بانوراما، والرؤية الخلفية اتحسنت في الشكل ده طبعا أكتر من الجيل اللي فات، لأن زي ما قلت الليد اللي كان في الشنطة كان يعني حاجب الرؤية شوية. اتكلمنا عن الانتريو بتاعت العربيه واتكلمنا عن المساحات. تعالوا كده نبص على الاكستيريو بتاعت العربيه ونشوف. يعني عندنا هنا طبعا شبكه مع الدي لايت، باين قوي ان التصميم اسيوي يعني اللي يشوف. يعني طبعا فول LED، جنود 18، اشارات مرايات، خط اللي طالع مع الخط اللي جاي من تحت. برضو عندي تعليق هنا شويه، يمكن ده موجود في الاس يو فيز عموما. الجزء ده عشان العزل، بس لما بتركن جنب الرصيف بيخبط في الرصيف، فناخد بالنا من حاجه زي كده. طيب نيجي بقى للجزء الخلفي بتاع العربيه. الفوانيس ليد، سنسورز وكاميرا خلفيه، والشنطه هنا مانيوال. الشنطه في الموديلات 24 كهرباء. طيب لو اتكلمنا عن مساحات العربيه، فيعني مساحات كويسه سواء المكسوره الاماميه او المكسوره الخلفيه. يعني انا قاعد هنا، مساحه كبيره، نفس الكلام. السواق، المسند هنا يعني مش واحد هيسند والتاني لا، الاتنين هيسندوا عادي. وتعالوا نبص على المساحات الخلفيه. انا برضو يعني انا 100 حاجه و70 هم مساحات، ونفق الفتيس هنا مش كبير، فيعني لو حد هيقعد النص مفيش مشكله. ومسند طبعا. طيب تعالوا بقى نبص على الشنطه، واللي يعني مساحتها 400 وشويه، اتحسنت اكتر من الشكل القديم وبقت اكبر. شنطه اكتر من 400 لتر، 410 لتر تقريبا، حاجه كده يعني. طيب اتكلمنا عن الانتيريور بتاعت العربيه ومساحات والاكستيريور بتاعت العربيه، تاريخ العربيه. نيجي بقى التجهيزات وباكج الامان. انا شايفها بقت احسن كتير في الموديلات الجديده. السبعه ايرباج بقت بتيجي بشنطه كهرباء وسنسور قدم. العربيات الياباني بدات تتحسن بشكل كبير في التجهيزات، خصوصا ان احنا ما كناش بنشوف الكلام ده قبل كده. نيجي لتجربه القياده بتاعت العربيه، والعربيه بتيجي بمنظومه قياده، يعني موتور 1500 تربو بيطلع 150 حصان وبيطلع 220 نيوتن، يعني عند من 2000 ل 3000 لفه. فيعني العزم بيطلع بدري، ما بيطلعش متاخر، وده طبعا بيأثر في استهلاك البنزين وبيأثر في تسارع العربيه وبيأثر في الحاجات دي كلها. طيب تجربه القياده، العربيه سحبتها كويسه. الفتيس سي في تي يعني في لاج شويه، النقلات ما بتتاخدش على طول، لكن التربو معوض شويه التاخير بتاع السي في تي. العفشه بتاعت العربيه بتيجي اماميه ماكفيرسون، خلفي مالتي لينك. فالعربيه على قد ما فيها بادي رول، يعني هي بين البنين، لكن العفشه ناعمه، فيها شويه بادي رول على السرعات العاليه. لكن لو انت هتاخدها كعربيه عائليه، فعربيه كويسه، عفشتها ناعمه مريحه مش متعبه، بالذات ان زي ما قلنا العفشه الخلفيه مالتي لينك، فده مش هيبقى متعب للي قاعد ورا. وماكفيرسون قدام انت مش هتحس بيها قوي، يعني مش هتحس ان العفشه ناشفه قوي.
نيجي بقى لعوامل الامان في العربيه. طبعا بتيجي بسبع ايرباج، اي بي اس واي بي دي واي اس بي، وانظمه الامان من فرامل لهيل اسيست. ده كله في الدفعات الجديده اللي جت اخر 23 24 حاجه كده. طيب بالنسبه للتكييف العربيه، التكييف العربيه كويس. التكييف الياباني ليس عليه غبار، باستثناءات طبعا في حاجات كده بتحصل، يعني عيوب صناعه، ودي وارد في العربيات كلها. لكن التكييف الياباني عموما ليس عليه غبار وتكييف كويس. هي بس العربيه ما فيهاش فتحه تكييف خلفيه، لكن هم معتمدين ان احنا الساموراي بقى والتكييف بتاعنا ما فيش منه اتنين، فعلى اساس كده يعني ما عملوش فتحه تكييف خلفيه. لكن المفروض العربيات العائليه عموما يبقى فيها فتحه خلفيه للتكييف، بحيث ان هو يوزع صح التكييف. فتحات اماميه، لكن التوزيع الخلفي بياخد وقت شويه، فكنا محتاجين فتح تكييف خلفيه. خامات العربيه يعني الخامات متوسطه، في شويه سوفت تاتش، في شويه بلاستيك، في مع المشي حاجات بتزيق، لكن يعني ده مش جديد على اليابان. يعني هم ما بيهتموش بالخامات قوي اللي هي بتبقى ما بين البنين، ويعني ممكن الموضوع يبقى مزعج ليا غير مزعج لغيري. فيعني اعتقد الخامات مش وحشه ومش حلوه. نيجي بقى عن يعني عيوب العربيه او مساوئ العربيه اللي انا شايفها. يمكن العربيه قعدت معايا فتره مش قليله. جزء كبير قوي العزل بتاع العربيه مش احسن حاجه، بالذات على السرعات العاليه. دي حاجه. تاني حاجه يعني انت حتى مرايه العربيه عشان كبيره، فبتحس ان هي عامله صوت قوي في المقاومه بتاعت الهواء. زائد البادي رول الواضح قوي على السرعات العاليه. لو في مطبات هواء في طريق وانت ماشي مثلا 100 120 بتحس قوي بالبادي رول دي. يعني المساوئ او العيوب اللي انا شفتها من وجهه نظري. يمكن كتجربه قياده عموما العربيه عائليه، مصاريف تشغيلها زي ما قلت حاليا مصاريف تشغيل كلها عاليه، مساحات كويسه، التكييف، عوامل امان، الفرامل، ده كله. اتمنى يكون الريفيو عجبكم. استنونا في الريفيوهات الجايه ان شاء الله، وما تنسوش لايك وفولو وسبسكرايب على الشانل على اليوتيوب، واكيد لو في اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات. سلام عليكم.